بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعين غيدخ سبورت. المنتخب المغربي أسود الأطلس بالعلامة الكاملة وعم يتأهل للدور القادم بعد فوزه أمس على المنتخب الكندي بهدفين مقابل هدف. عم يحجز مقعد في الدور القادم. مباريات قوية قدمها المنتخب المغربي. طبعا المنتخب المغربي حاليا راح يكون بمواجهة المنتخب الإسباني، مباراة قوية جدا راح تجمعه مع المنتخب الإسباني، أكيد كل التوفيق. أيضا المونديال عم يخسر منتخبين كبار، المنتخب الألماني والمنتخب البلجيكي اللي عم يودعوا من دور المجموعات، وحالات تحكيمية كثير الجدل، هدف ياباني وآراء متضاربة بأن الهدف صحيح أو الهدف غير شرعي. هدف كان ممكن يأهل المنتخب الألماني للدور القادم. قبل ما ندخل بالتفاصيل بتمنى منك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وما تنسى تدعمني بلايك وكومنت، واللي عم يتابعني على الفيسبوك بتمنى منك تضغط لايك على الفيديو وتكتب لي كومنت. خلينا نبتدي مباراة المنتخب المغربي الشقيق أسود الأطلس اللي كان عم يدخل مباراة قوية أمام المنتخب الكندي، وكانت هي فرصة للانتقال للدور القادم، مشابهة جدا لمباراة السعودية والمكسيك من ناحية الفرص. لكن المنتخب المغربي كان داخل بإصرار، كان داخل بقوة. المنتخب المغربي منذ الدقائق الأولى قدر يسجل الهدف الأول، عم يضاعف النتيجة لتصبح النتيجة هدفين نظيفين. يعني شوط اول بصراحه قدم مباراه قويه جدا المنتخب المغربي. طبعا اصابات كثير، كان في عندنا اشرف حكيمي كان عم يحاول يلعب رغم الاصابه، اصابات كثير بالمنتخب المغربي، لكن كل اللاعبين كانوا مصممين على التاهل للدور القادم. طبعا المنتخب الكندي قدر يحصل هدف خصيص الفارق. المنتخب الكندي خارج المونديال بكل الاحتمالات، لكن لعب مباراه قويه امام المنتخب المغربي. وطبعا المنتخب المغربي كان قدم مباراه قويه جدا، تعادل مع المنتخب الكرواتي وفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين. وبالتالي المنتخب المغربي الى الدور القادم في انتظار المتادور الاسباني، بينما المباراه الاخرى التي جمعت المنتخب الكرواتي والمنتخب البلجيكي كانت عم تتعادل سلبيا من دون اهداف، وبالتالي خروج المنتخب البلجيكي من الدور الاول. على الجانب الاخر مباريات الساره اللي كان عم تجمع المنتخب الالماني مع المنتخب الكوستاريكي، المنتخب الاسباني مع المنتخب الياباني. لتاهل المنتخب الالماني كان مطالب من المانيا هزيمه منتخب كوستاريكا مع هزيمة اسبانيا لليابان، لكن السيناريو الذي حدث المانيا كانت عم تدخل بقوة كبيرة كثير بمباراة كوستاريكا. طبعا المباراة كانت عم تنتهي بأربع أهداف مقابل هدفين، كان ألمانيا ممكن قادرة أن تسجل أكثر من هدف. المباراة الأولى كانت عم تنتهي بفوز ألمانيا على كوستاريكا بأربع أهداف مقابل هدفين. بينما السيناريو الآخر اللي كان عم يحدث في اسبانيا واليابان اللي كان عم يثير الجدل، اهداف وحالات تحكيميه كانت عم تثير الجدل. المنتخب الاسباني عم يسجل او عم يستلهم التسجيل على المنتخب الياباني، المنتخب الياباني عم يعمل ريمونتادا وعم يسجل هدفين بالتالي اخطاء للمنتخب الالماني، وبالتالي خروج المنتخب الالماني من دور المجموعات. الهدف الثاني للمنتخب الياباني كان عم يثير الجدل، برايك هذه الكره خرجت؟ طبعا هي الصوره اللي بتوضح الهدف الياباني اللي كان عم يثير الجدل، اذا كانت الكره قطعت خط التماس او خط الملعب، بالتالي الكره خرجت. طبعا هي كره ليست خط المرمى بل هي كره خارج الملعب، يعني اللاعب الياباني قام باعاده الكره ولعبها عرضيه من الخط الى داخل منطقه الجزاء وتم تسجيل الهدف. يعني هذا الخط ليس خط المرمى ابدا، لكن اما الكره خرجت لضربه مرمى او برايك الكره لم تتجاوز خط الملعب. هاي الحاله طبعا اللي كانت عم تصير الجدل، اذا كان الهدف غير شرعي فبالتالي تأهل كان ممكن للمنتخب الألماني، وإذا كان هدف حقيقي وشرعي بالتالي تأهل المنتخب الياباني. طبعا خلونا نكون واقعيين، المنتخب الألماني يعني ضيع الفرصة من إيده بمباراة اليابان أكيد فريق قوي ليس بالسهل، النتائج بتوضح هذا الشيء. تغلبوا على المنتخب الألماني وتغلبوا على المنتخب الإسباني، أكيد هو منتخب قوي، وشفناه بالمونديال 2018 يعني قدم مباراة رائعة جدا وتم إقصاؤه على يد بلجيكا، مباراة أيضا كانت قوية جدا. اليوم المنتخب الياباني بشكل جديد متطور جدا، عم يلعب كرة قدم حديثة، عم يلعب كرة قدم سريعة، عم يحاول يكون واقعي جدا بالمباريات وعم يحصل المباريات بكل سهولة. يعني رغم تلقي هدف مبكر قاموا وعاد المباراة بهدفين. ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق، وهارد لك المنتخب الألماني اللي أنا من مشجعين المنتخب الألماني، لكن في بعض النقاط السلبية بالمنتخب الألماني من ناحية الدفاع. نوعا ما كانت الأنانية عم تلعب دورها، يعني جمال موسيالا أفضل لاعب ألماني، لكن عم تلعب الأنانية دورها. برأيي أخذ لاعب ضجة كبير كثير، لاعب عم تشوفه في عنده غرور، يعني عم يحاول يتخلص من لاعب واثنين وثلاثة، ممكن يوزع كرة وتكون هدف محسوم، عم يفضل التسديد على المرمى وعم تكون بعيدة جدا عن المرمى. في أكثر من لقطة عم بنفس الفكر وبنفس الأسلوب.
هارد لك المنتخب الألماني، وإن شاء الله نشوف منتخب المغرب بالنهائيات يحصد اللقب. بتمنى له كل التوفيق. هيك أغلب تفاصيل مباريات اليوم. عم نودع منتخبين كبار، منتخب بلجيكا والمنتخب الألماني. كل التوفيق لممثلنا على المنتخب المغربي. هيك كانت أغلب تفاصيل. انتظرونا بفيديوهات جديدة. ما تنسون من دعمكم، تبقوا بخير وصحة وسعادة. السلام عليكم.